فوانيس المطرزة حبينا احنا نغير من الفكرة اللي بتكون مجرد انه الفانوس التقليدي، فضفنا عليه المطرزات ويكون بشكل حضاري اكتر واحياء للتراث، وحبينا ندخل فيه نظام الاسماء. مثلا رمضان احلى مع سهى مع سحر، اي اسم بدك تحطيه ممكن، اي حاجة من طلب مثلا تراث انه اعلام او كوفية، اي شيء من طلب منا بنشتغله. انه يكون المطرزات في كل مشغولات البيت، حتى احنا يعني كمان ما حبينا نخليه اشي مقتصر بس على اساس انه مثلا طارة او معلقة، لا قلنا حبينا نضيف انه نعمل احياء للتراث بالحاجات الحضرية. مثلا كل مناسبة بنعمل لها لوك جديد وحاجة حلوة يعني تكون. هو رمضان يعني موسم رزق بالنسبة لنا، انه ينطلب منا حاجات، انه الشهر الفضيل مش مجرد انه فوانيس، كمان مجرد انه كمان بيعملوا طارات معلقات كمان اضافة للفوانيس، بس الاكتر انه ينطلب منه فوانيس اكتر. الاقبال كتير كتير بكون على اساس انه فكرة جديدة، واللي بيحبوا المطرزات بيحبوا يعني انه يكون كل يوم عندهم اشي جديد، وبحبوا يغيروا في بيتهم، مثلا انه مثلا فانوس مطرز بدل ما يكون فانوس عادي، لا قلت لك لا انا حابه اضيف لكورنر في بيتي بكون كله مشغولات مطرزات، وهذا نفسه الفانوس بيزيد جمال ورونق للمنطقه اللي بيكون فيها مطرزات. احنا مشغولاتنا كلها طلعت لبرا يعني طلبيات، وقبل رمضان بلشنا نشتغل في الشغل هذا كله احنا على اساس احنا نلاحق، يعني انه بكون في وقت معنا، مش لما يجي رمضان نروح نشتغل، لا هو الغرض انه يكون كل المنتجات تكون جاهزة قبل رمضان استعدادا لأول يوم في رمضان، انه نطلع مشغولاتنا لبرا، انه يكون التراث يوصل لكل البلاد، يعني مش مجرد الدول العربية، الدول الأجنبية الأوروبية، كل دول يعني لقينا إقبال الحمد لله كتير كتير من الحاجات اللي زي هيك. أي شيء في مطرزات كله في إقبال كمان بزيادة عن